ازيكم؟ معاكم أدري. اتمنى تكملوا الحلقه دي للاخر عشان فيها اخبار الزمالك ومباراته قدام الجونه. طيب اتمنى تعملوا لايك شير سبسكرايب وتفعلوا الجرس لو بتشوفوا الحلقه دي على اليوتيوب عشان يجيلكوا كل جديد، ولو بتشوفوا على تيك توك تعمل فولو لايك وفولو وتعمل شير في الناحيتين عشان تشوف برضو كل جديد. طيب نادي الزمالك عنده مباراه بكره قدام الجونه، الفريق اللي الزمالك لعب قدامه كام مره؟ لعب قدامه يا سيدي 16 مره، الزمالك ما خسرش فيها غير مره واحده، كسب في 10 مرات وتعادلوا 5 مرات. المرة الوحيدة اللي الزمالك خسرها كان موسم 2010-2011 في الجولة العشرين. ما دون ذلك الزمالك الحمد لله بيكسب كل ماتشاته قدام الجونة برغم ان هي ماتشات تبقى رخمة. الزمالك داخل الماتش دوت ومعاه 15 نقطة من 10 مباريات وهو في المركز 13. في حالة المكسب هيطلع للمركز التاسع في جدول الترتيب بتاع الدوري، ودي حاجة محتاجينها طبعا. محتاجة نادي الزمالك عشان نفسيا وفنيا الزمالك يرجع للتراك تاني بعد خسارة الكاس. جوميز لحد دلوقتي لعب 4 ماتشات مع الزمالك، كسب 2 اتعادل في 1 وخسر في 1. الفكرة الجوميز أعلن القائمة اللي داخلة المباراة ديت. القائمة ضمت كل من في حراسة المرمى محمد عواد، محمد صبحي، عبد الرحمن نفادي، نفاد عشان بس الناس اللي بتعلق في الحتة دي. خط الدفاع حمزة المسلوسي، عمر جابر، محمود علاء، حسام عبد المجيد، الزناري، واحمد فتوح. خط النص دونجا ورؤى ومحمد شحاتة الصفقة الجديدة، سيد نيمار، احمد حمدي الصفقة الجديدة، ناصر ماهر الصفقة الجديدة، عبد الله السعيد الصفقة الجديدة، شيكابالا ومصطفى شلبي ويوسف اوبام. خط الهجوم ناصر منسي وسامسون اكينولا. ابرز الغيابات في الزمالك للاصابه سيد زيزو، الف سلامه طبعا على كابتن احمد سيد زيزو، واحد من اهم لاعيبه مصر ومن اهم الباك الوينجات اليمين في مصر، وان ما كانش الافضل في مكانه. وحمدي الونش، محمد عبد الشافي، وابراهيم النضاي دول الاصابه. الفكره كلها بقى ان في 7 لعيبه تم استبعادهم من القائمه لاسباب فنيه. ال7 هم مين؟ ياسر حمد، ترافيس موتيبا، زياد كمال، مهاب ياسر، محمد عاطف، سيف فاروق جعفر، سيف الدين الجزيري. ان انت تثبت ال7 دول على الاقل، يعني انا شايف سيف الدين الجزيري، سيف فاروق جعفر، محمد عاطف، ال3 دول على الاقل. يعني مش عارف هي طبعا اسباب فنية في الاول وفي الاخر، زي ما الناحية التانية كولر كان استبعد محمود متولي لأسباب فنية. هي حق طبعا المدير الفني، بس ان ال7 دول وهم وخصوصا ان سيف الدين الجزيري كان اكتر واحد بيلعب الفترة اللي فاتت مع الزمالك والمهاجم الرئيسي كان نادي الزمالك، دي وجهة نظر فنية مش عارف هتبقى صح ولا غلط، بس اتمنى تبقى صحيحة وان نادي الزمالك يرجع للتراك تاني عشان الكرة المصرية. بس كده، دي اخبارنا النهاردة عن نادي الزمالك. سلام.